السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحاجة نورة من جروب تيسير الزواج لبنات وشباب الفيوم لوجه الله. حبيت أتكلم النهاردة عن عادات وتقاليد الريف بالفيوم. للأسف العادات دي من قديم الزمان موجودة فيهم، إن يعني دلوقتي الظروف اتغيرت والأسعار زادت بطريقة فظيعة وبالذات في الذهب، ومع ذلك ما زال لحد النهاردة في ناس بتطلب بال100 جرام و150 جرام، وفيهم اللي تنازل شوية ونزلها ل70 و80. طب انت يا عم الحاج يا ابو العروسة يلي بتطلب 80 و70 و90 و100 و120 و150، انت عارف تمنهم هيبقى كام؟ انت عارف لما الولد يجيب كل الذهب ده، او حتى لو ما جابهوش هيكتبه في القايمة، ويجيب كل فرش الشقة، وكمان يدفع فلوس نقدا. في بعض البلاد في بعض المراكز مسميها طلعة، زي طمية مثلا مسميها طلعة، واللي مسميها مطبخ، واللي مسميها نفقة، وفي مسميها ايه كمان. المهم ايا كانت الاسماء فالنتيجة واحد. المهم العريس يدفع كل ده وكحك وبسكوت. عندي شاب راح يتقدم لعروسة، فأبوها قال له تفرش الشقة وتجيب، مش مهم تجيب ذهب، الولد يعني يا ابني فرح ماشي، ان شاء الله تجيب دبلة، بس هات دبلة بس تكتبها 100 جرام في القايمة، وتدفع 120,000 جنيه. قال له ليه يا حاج؟ قال له عشان هجيب بيها الأدوات الكهربائية والمطبخ. يعني الولد يجهز الشقة ويتكتب عليه 100 جرام دهب اللي هو أصلا ما جابهمش، ويدفع 120,000 جنيه. 120,000 جنيه ده علشان أبو العروسة يجيب الحاجات اللي المفروض يعني مفروض عليه، اللي هي الأجهزة الكهربائية والمطبخ. يبقى الولد جاب كل حاجة، يبقى يكتب قايمة ليه؟ المفروض ان هو ما يكتبش قايمة، لا هيكتب قايمة. يعني كده بيحاسبه مرتين، يجيب الحاجة ويكتبها عليه كمان كدين عليه. حرام ولا حلال اللي بيحصل ده في الأرياف؟ وبسبب اللي بيعملوه ده طبعا الولد راح مرجعش، ده شيء طبيعي. بسبب اللي بيحصل ده الشباب بتوع الريف بعدوا عن بنات الريف وما بقاش يتجوزوا منهم، ويجوا الفيوم. بندر الفيوم بصراحة متساهل، يروحوا الجيزة القاهرة ويتجوزوا منهم ويسيبوا بنات بلدهم، لحد ما البنات سنها عالية. أكيد طبعا أنا مش بقول الكل، لا، في بنات كتيرة بتتجوز سن صغير، وفي بنات كتيرة برضو بتتجوز بنات زواج قاصرات، ولكن في بنات وصلت لفوق 40 و50. في واحدة سنها وصل ل50 سنة وما زالت آنسة، وجبت لها عريس. وطبعا العريس ده كان عايز تعدد، لأين كانت ظروفه هو أضرب في ظروفه ايه. تفتكروا الآنسة اللي عندها 50 سنة طلبت من العريس ايه؟ طلبت منه يكتب لها نص بيته ملك ليها. تخيلوا. طبعا برضو راح مرجعش، لسه ما قراش فاتحة،
ولا اتفق ولا اي حاجة، بس يا دب راح وشافها رؤية شرعية، واخواتها وابوها وامها وهي وكلهم وافقوا عليه، ولكن هي اشترطت عليه انه يجي يكتب لها نص بيته، وهو راجل متجوز. فبقول له ايه اللي حصل؟ قال لي دي عايزه نص البيت. طب ولما هي تاخد نص البيت والزوجه الاولى تاخد نص البيت، انا انطرد في الشارع؟ قلت له لا طبعا، لا ما ينفعش. مازال لحد النهارده الناس برضو بتطلب مطالب، واللي يقول له 80 جرام 80 جرام، واللي يقول لي والله يا حاجة الأبو العروسة طلب مني 150 جرام. في مرة أنا قريت شاب عندنا برضو هنا في ريف الفيوم، أيام الكورونا طبعا ما كانش في حد بيشتغل، فالعريس راح لعروسته على العيد وبيديها عادية 200 جنيه. العروسة رفضت وقالت له رفضت الجوازة أصلا، فسخت الخطوبة عشان اداها 200 جنيه لأنه ما بيشتغلش. الولد يعني يا ابني روح زعلان وعمل لنفسه مشنقة في البيت، وأمه بتنده عليه ما ردش، فدخلت عليه الأوضة لقته إيه هيعلق نفسه في الحبل، فراحت مصرخة وجم إخواته إيه ده هتموت نفسك عشان بنت؟ مضغور في داية غيرها يجي. والمهم قعدوا يرادوا أخوهم وخلاص. ليه الناس بتعمل في بعضها كده؟ وليه الناس بتعمل في بناتها كده؟ فلوس ايه وكلام فاضي ايه؟ احنا اللي بنعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعملنا. محدش بيموت جعان، ولا حد بيموت بينام من غير عشاء، حرام. ولا ام العروسة اللي بتقول للعريس على العيد تجيب لها عربية فيها الخروف وفيها من كل انواع الخضار وكل حاجة بالايه بالشوال، والعربية تفضل تنزل وتنزل وتنزل. ايه ده؟ امور الشحاتة دي انا عن نفسي مسميها شحاتة، لكن هي عن نفسها بتعتبرها حق من حقوقها. ازاي حق؟ دي المفروض دي هدية. ازاي انت بتحددي نوع الهدية اللي جايالك؟ ازاي؟ فانا بصراحة مش عارفة عادات وتقاليد الريف دي هتنتهي امتى. ودايما بنقول يا ناس يسروا ولا تعسروا، عايزين البنات يتجوزوا، عايزين الشباب يعيشوا في الحلال. ليه بتصعبوا الحلال وتسهلوا الحرام امام الشباب؟ ليه؟ يا رب يهديكم يا رب، واصلح حالكم وروق بالكم وجوز بناتكم وشبابكم يا رب، اللهم امين. اقدر اعمل عمل نافع في الدنيا اؤجر عليه في الاخره، اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.